اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني الفيديو ده عشان العروسه وخزين التلاجة والمطبخ، والناس اللي بتسألني ليه العروسه بتجيب كده. هو احنا عندنا كده العادات والتقاليد عندنا كده، هي العروسه مش مجبوره اللي هي تودي الحاجات دي، بس ده بيكون من اهل العروسه للعروسه، يعني عشان بتكون لسه داخله جديد. تلاقي كل حاجة في شقتها، مش هتنزل تشتري طبعا في اول ايام الفرح وكده، وهيجي لها ضيوف والكلام ده كله، فلازم يكون كل حاجة موجودة عندها. ومش تنسوا العروسة كده، ربنا يسعدها ويهنيها ويتمم لها على الف خير هي وعريسها. مش تنسوا بقى المتابعة واللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ تحية فاروق. لان في يعني أنا بنزل فيديوهات قبل كده برضه عشان العروسه، الناس تقول لي امال هو العريس هيجيب ايه؟ ما العريس يا ست هيصرف عليها طول العمر. ايه اللي فيها يعني اما يعني جت على على خزين التلاجة والحاجات دي وام العروسه هتستخسر في بنتها؟ لا طبعا. هنا بقى الشوكولاتات والبطاطس والمكرونه والتونه، وهنا حتى اكياس الشيبسي والكنز والحاجه الساقعه، واللهم صل على النبي، واللي مخلل والمربى والعسل والزيت وكمان الخل والكعك والبسكوت، كل الحاجات دي. وفي عرسان بتروحي بتلاقي التلاجة بتاعتهم هم اللي مليانها، يعني مش شرط العروسة هي اللي تملاها. وفي برضو ناس العريس بيجيب والعروسة بتجيب، بتكون كل حاجة مشتركة، انت تجيبي كذا وانا اجيب كذا، ما فيهاش حاجة. وده هنا كان السمنة، وهنا كان جبنة اللي هي كاملة الدسم اللي هي الدمياطي، هنا البتفور والغريبة والكحك والبسكوت. ده علب التخزين بتاعت العروسة طبعا بيروحوا لها مليانة وكده. وهنا المخلل زي ما بتقولوا كده كل حاجة بنديها، والشاي، حتى هنا العيش ده طبعا العروسة بنخبزلها قبليها إلى يوم الفرح الصبح بدري. وهنا العيش اللي هو الشقة معروف طبعا اللي هو بتاع المكنة، ده كله بروح. يعني العيش ده طبعا العروسه مش هتاكل العيش ده كله، ده بتنزله لحماتها عشان المعازيم والضيوف وكده، لانهم بياكلوا المعازيم في الفرح وفي الصباحيه وفي السابع. بصوا حتى البصل، وهتلاقوا الثوم والملح والبهارات، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، ورق لوري، خلطات الكفته، اللي هي الاطعمه، وخلطه اللحمه. كل الحاجات دي برضو العروسه بتجيبها. وانا زي ما قلت لكم ده مش شرط على اهل العروسه، بس ده بيودوه كده يعني ايه اكراميا لبنتهم. ده الخلطات كلها. ولو انت بقى مكمله معايا الفيديو دوسي لايك، وبعت الفيديو لاصحابك ولا حبايبك على الواتس وعلى الخاص عشان يشوفوا ايه اللي عايزه تودي لبنتها ولا كده، عشان ما تنساش حاجه. والمفيد تاخده والمفيد ما تاخدهوش، كل واحد اللي يناسبه يمشي معاه. ده هنا كانت اللهم صل على النبي مرقه الدجاج، وكمان الكاتشب والملح. والله كل الحاجات دي يا جماعة يعني لو دورنا فيها مش هنلاقيها سعر طقم حلل من اللي في الجهاز اللي العروسة بتجيبه. لا الكلام اللي بيبقى يقول ليه العروسة تجيب ده كله ليه، معرفش ايه. وهنا كان البتفور، كان جميل، كان بالكاكاو وجوزة الهند. في ناس بتعمله في البيت وفي ناس بتعمله في الأفران. هنا الخضار، هنا طماطم، فلفل، خيار، وكمان كان في بطاطس، وهتلاقوا بتنجان. وهنا الفاكهة، هنا تفاح وعنب، وكمان برقوق من اللي هو الأحمر، وليمون. بقول لكم كل حاجة يعني على قد ما أم العروسة بتفتكر الحاجات دي بتجيبها لها. هنا حتى الفنكوش، الفنكوش ده من ألف الزيت، وتبصوا تلاقوه زايد كده في الحجم. ممكن تعملي بعسل، ممكن تعملي كده تكليب ويكون مملح حلو كده. وهنا البتنجان للمحشي، وهنا البيض، بيض بلدي كمان. وهنا الحاجة الساقعة غير الكنز. هنا بقى باكيتات كنز عشان المعازيم، يعني العروسة بتستهلك حاجات ساقعة كتير في ايام الفرح وكده. بصوا هنا حتى التوم يعني مهروس جاهز، متقشر ومهروس ومتخزن على الاستخدام على طول.
هنا بقى كل حاجات الخزين اللي هي اللحوم، البط، الفراخ، ده بيكون متنضف ومتخزن في الفريزر، وده بيروح بقى ينحط كده في فريزر العروسة او فريزر التلاجة وحاجة التلاجة. وهنا كمان العيش اللي هو العيش الابيض اللي هو بتاع الافران، غير العيش اللي هو التاني الخاص اللي هو المصري اللي احنا بنقول عليه المصري، والعيش اللي هو البلدي اللي هو الشجج. وهنا كمان كان في بطيخة، والله انا اللي نفسي في البطيخة دي بصراحة. بس هنقول ايه بقى، ما عادش بطيخ. بصوا انا كمان ساعة ما كانوا بيعملوا العيش اللي هو المصري اللي هو في اول الفيديو ده، وهم كده كانوا بيسووه. ده زي ما بقول لكم ده انعمل يوم الفرح الصبح بدري كده، بدأوا يخبزوا فيه عشان يبقى سخن. ده بيروح يوم الفرح، ده بقى اهل العريس بياخدوه بيقطعوه بقى للمعازيم ساعة الاكل ساعة الغدا يوم الفرح وكده. ده للطباخ. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، شكله بس كده يفتح النفس. وعقبال اولادكم جميعا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. مش تنسوا العروسه تدعوا لها ربنا يسعدها ويسعدكم جميعا، وعقبال بناتكم.